بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أفكار وأكلات لولو. يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة هنعمل روتين حلو جدا مع بعض، بس قبل ما تدخلي حطي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان توصلك كل الإشعارات الجديدة. صباح الفل عليكم. طبعا قمت من النوم، كان عندي فطيرة كده بقالها كذا يوم وكانت نشفت الصراحة، فقلت يا بت ايه وحطها في التلاجة كده وماليش نفسي اسخنها وماليش نفسي اكلها. قلت يا بت لا، قومي اعيدي تدويرها بقى واعمليها للولاد ايه يفطروا بيها. طاجن حلو جدا، هنعملها زي طاجن ام علي كده بس حلو جدا بالفطير المشتت الجميل ده. انا عملته معاكي ام علي كذا مره، يعني ممكن تعمليها بعيش فينو، ممكن تعمليها برقاق ناشف، ممكن تعمليها بملفقي، ممكن تعمليها لو عندك فطيرايه زي كده وتعيدي تدويرها. قلت بدل الولاد مش هياكلوها انا بقى ايه استغلها واعملها زي ما بقول لكم كده ايه طاجن كده يفطروا بيه. اول حاجه عملتها لما قمت من النوم قلت اجهز لهم بقى الفطار وافطرهم واخلص منهم، وبعد كده بقى ايه اخش على الشقه اشوف انا هعمل ايه بقى ايه في يومي. وكل ده بقى ايه مع حبايبي، بس يا ريت يشجعوني. انا بقيت بنزل فيديوهات اهوت على طول عشان تشجعوني بالله عليكم. الجو بدأ يحرر الايام دي، والواحد صراحة بقى بياخد وقت مع بال ما يتنشط كده ويقوم يعمل شغل بيته ويعمل اللي وراه. فالكاميرا بصراحة بتنشطني شوية وتخليني اتشجع ان انا ايه اشتغل معاكم. بعد ما قطعت كل كمية الفطير اللي كانت معايا حطيت كمية سكر كده حلوة علشان يبقى مسكر الطاجن وجميل. بس انا هقول لكم حاجة، يعني انا وانا باكله لقيته مسكر قوي صراحة. هو كان حلو جدا بس كان مسكر قوي، يعني لو كنت قللت السكر كمان كان بقى احلى يعني. بس طبعا ولادي وجوزي بما انهم بيحبوا السكريات جدا فبصراحة يعني ما اشتكوش من الحتة دي. انا علشان السكر بالنسبة لي يعني الحاجات المسكرة قوي دي بتضايق منها، كان عامل لي مشكلة. وحطيت بقى شويه جوز هند وزبيب كانوا عندي. عندك مكسرات حطي، بس طبعا مش هتحطي له سمنه لان الفطير معمول بسمنه عشان ما يبقاش دسم قوي وتقيل، فانا هحط له لبن بس ومكسرات. ولو انت عندك حته كريمه عندك حته سمنه حطيها، بس انا بصراحه قلت الفطير كفايه الدسمه اللي فيه. انا بصوا لقيت حتى اللبن فيه وش اهو، خدته كده احطه على الوش بس عشان ايه يحمر لي الوش كده ويخليه حلو، وغطيته كده باللبن خالص اهو. بس مش عايز اي حاجه تانية اكتر من كده. وهدخله الفرن بس يتشرب وياخد لون حلو واطلعه على طول سخن. ده بيتاكل سخن يا حبايبي. يعني انا حطيته في الفرن وقعدت اصحي فيهم بقى علشان ايه يفطروا. قلت لهم لو برد انا مش مسؤوله، ده ما بيتسخنش، ولو برد هيتجمد في بعضه كده وهيبقى وحش جدا صراحه. بصوا طلع من الفرن مش عايزه اقول لكم طري وجوسي كده ودسم ووشه جميل بصراحه. كان حاجه حكايه يعني. واعاده تدوير للفطيره اللي انا كنت ايه فاقده فيها الامل وكانت بتموت في التلاجة صراحه. يعني لازم نفكر، وفي الزمن الغالي ده صراحه ما نرميش حاجه خالص، كل حاجه نستغلها وكل حاجه نعمل منها اكله جديده وما نفقدش فيها الامل خالص. اي حاجه ما نفقدش فيها الامل عشان حرام يعني. بصوا اهو بغرف منه حاجه كده جوسي وطريه ومسكره وطعمها حلو. والسمنه اللي كانت في الفطير المشلتت سمنه بلدي طبعا، فعطيها طعم مش عايزه اقول لكم حكايه. بس الناس طبعا بتوع الرجيم وياي وباي وماشيين على نظام معين يمتنعوا عن الاكله الخطيره دي، عشان دي بصراحه خطيره هتقضي على اي رجيم. بس انا بالنسبه لي لما اكل معلقتين زي دول الصبح ولا بيفرق معايا، مش مشكله يعني. بالذات الصبح انتوا عارفين الجسم بيحرق كويس يعني. خلصت فطار ودخلت بقى على اوضه الولاد، روقتها وخليتها نظيفه زي الفل. وما ان الجو حر جدا فاتحه الشباك وفاتحه المروحه، ومش عايزه اقول لكم مش طايقه نفسي من كتر الحر. الجو انا عندي في الشقه في الحر بيبقى فظيع. ومليت الكولمن ميه ساقعه بتلج كده، بحط انا فيه كل يوم تلج علشان نشرب منه ونخف شويه عن التلاجة. عماله اشرب ميه متلجه وفاتحه المروحه وفاتحه البلكونه. والدنيا كانت النهارده تحسوا ان هي ايه يعني من كتر ما هي حر مغيمه كده. فاهمين انتوا الاحساس ده؟ تحسوا ان هي شرد كده، بنقول عليها شرد فظيع. وكانوا بيقولوا فيه عاصفه ترابيه هتيجي، فقلت يا بت ايه روقي دنيتك وظبطيها علشان لما العاصفه تيجي تقفلي كويس قوي وتشدي الستاير، عشان انتوا فاهمين التراب ده بيبهدل الدنيا واحنا لسه منفضين الشقه يعني، فمش عايزين الدنيا تتبهدل. كل شويه اروح اشرب وارجع تاني.
دخلت بقى على المطبخ، كنت حماتي ربنا يديها الصحه جابت الجبنه بتاعت السنه، خزين السنه يعني. احنا بنجيب جبنه قريش للسنه كلها بنحطها في المش. بنجيب مثلا 5 كيلو ولا حاجه، نحطهم في الزلعه. هي عندها زلعه وعندها مش بقاله 20-30 سنه كده يعني، ما تدوقوش. كل سنه بنحط جبنه فيه جديده وبنحط لبن فيه جديد، يعني بنزوده لبن ونعيشوا حياتنا. فهو ده الوقت احنا بنعمله في الوقت ده. فجابت لي الجبنه، رشيت عليها ملح وسبتها كده قلت يوم ولا حاجه لما تنشف، وبعد كده بقى ننزلها في المش. هبقى اعمله معاكم برضو، انا كنت عاملاه معاكم في القناه القديمه انتوا فاكرين، وكان الفيديو عاجب الناس جدا. قلت بقى ادخل على الغدا بقى بعد ما ظبطت دنيتي بره. جبت بطاطس كده حوالي كيلو ونص بطاطس. بطاطس كبيره كده، انا بحب اسلق البطاطس الكبيره بصراحه، ما بحبش الصغيره. غسلتها غسله محترمه وقطعتها وحطيت عليها ميه بملح وقلت اسلقها. وجبت شويه فلفل رومي كده قطعتهم وغسلتهم وحطيتهم يتصفوا في المصفى علشان هقليه دلوقتي. انا بحب اقلي الفلفل الرومي ده واعمله حلو جدا بالصلصه. وقطعت بصلتين كبار كده وقلت اشوحهم في حبه زيت واحط عليهم رشه ملح عشان يتبالوا بسرعه. والبطاطس بصوا كانت استوت خلاص، انا هصفيها من الميه واقشرها عشان هعمل بيها اكله النهارده حلوه جدا. وقاعده بقى بعصج اللحمه كده، نزلت اللحمه المفرومه على البصل وانزل بقى عليها التوابل بتاعتها. بقى بحب احط فيها 7 بهارات، وبحب احط فيها قرفه وجنزبيل وبصل، قرفه وجنزبيل، وبحط فيها فلفل اسود، وبحط فيها ملح، واحط كمان جوز الطيب، بتبقى حلوه جدا مع اللحمه المتعصجه. وكنت بحمر الفلفل اهو، قلت بديله تحميره كده واللحمه كانت خلاص اتعصجت اهي. بصوا انتي بتفضلي تقلبي فيها كده لغايه لونها ما يتغير وتحطي لها التوابل اللي انتي بتحبيها بس. والبطاطس كمان قشرتها وقلت بقى ههرسها. احط عليها بقى وانا بهرسها؟ احط عليها ملح وفلفل اسود كميه محترمه لان كميه البطاطس كبيره، واحط عليها رشه جوز الطيب، دي مش عايزه اقول لكم بتخلي طعمها حلو قوي، جوز الطيب مطحونه. واحط عليها نص كوبايه لبن حليب، بردك بيخلي البطاطس البوريه دي ناعمه وطعمها حلو جدا. وبحط معلقه سمنه كبيره حلوه كده محترمه، انا هحط حته كمان. نوع السمنه بردك في البطاطس بيبقى حلو جدا. وبهرسها بالشوكه بقى، عندك هراسه اهرسيها باي حاجه. بصوا البطاطس ناعمه وطريه، بطاطس بيوريه تحفه. ممكن تاكليها كده على فكره عادي، في المطاعم بيقدموها كده جنب المشويات او الخضار السوتيه او كده يعني. بس انا هدخلها في اكله النهارده هتبقى حلوه جدا. جبت الصينيه بتاعتي دهنتها زيت وبرش عليها رشه بقسماط. رشه البقسماط دي بقى بتخلي البطاطس قعرها احمر ومقرمش، بتبقى تكه حلوه جدا. بحط بقى نص البطاطس، بصوا البطاطس ناعمه وطريه ازاي، تحفه. بحط نص البطاطس وبفردها بقى بايدي في الصينيه على اللي هي المتبطنه بالبقسماط دي. طبعا هتلاقيها بتلزق في ايدك ومش هتعرفي تفرديها ازاي بقى. تبلي ايدك ميه اهو، بصوا انا فردت كده لقيتها بتلزق، رحت بقى غاسله ايدي. تبلي ايدك ميه وتبططي، هتفرد معاكي في ثواني، ولا تلزق في ايدك ولا اي حاجه. الاكله دي من الاكلات الحلوه جدا، انا بحبها انا وولادي جدا. اكله سهله وسريعه وموفره على فكره، اقتصاديه يعني. انت ممكن تعملي الصينيه دي بربع كيلو لحمه يعني. بعد ما فردتها بقى بحط بقى العصاج اللي احنا عصجناه مع بعض في النص، واعمل طبقه كمان من البطاطس. طبعا بقى كنت عملت قليت الفلفل وعملت له صلصه حلوه جدا بالثوم والطماطم والخل، وحطيت لها بقى ملح وفلفل اسود وشطه، ونزلت فيها وبعد ما اتسبكت نزلت فيها الفلفل. والبطاطس انا كنت خلاص حطيت الطبقه التانية من البطاطس، وحطيت على الوش رشه بقسماط برده علشان تحمر كده برده من فوق وتقرمش وتبقى جميله. في ناس بتحط لها بيض، في ناس بتحط لها جبنه، يعني حطي عليها اللي يعجبك. انا بحب رشه البقسماط بصراحه. كانت استوت بقى وطلعتها، بصوا جمالها، طبقات كده تحفه. بس هي صراحه عشان كانت لسه سخنه فالقطع مش متماسكه. دي تسيبيها تبرد بقى زي المكرونه بشاميل وهتلاقيها متماسكه، والخرطه تطلع بخرطتها ومش لازقه في الصينيه عشان حط لها رشه بقسماط. بصوا انا باكل بالشوكه، تحفه حاجه كده كاني باكل كريمه محشيه لحمه، حاجه يعني ملهاش حل، طعمها حلو جدا. بس زي ما بقولك سيبيها تبرد وهي الخرطه تطلع بخرطتها. عملت سلطه طماطم
وعملت الفلفل بطماطم اللي وريتهولكوا ده. الفلفل بطماطم حلو جدا متسبك وطعمه جميل. اتمنى ان روتين النهارده يعجبكم، ولو عجبكم حطوا لايك بالله عليكم. سلام عليكم.